سيداتي انساتي سادتي، كل عام وحضراتكم بخير. ونروح على طول استاد سيليسيان في لييج في بلجيكا عشان نشوف المباراة الودية الدولية بين منتخبنا الوطني ومنتخب بلجيكا، عشان يستفيد باللعيبة تاخد على اللعب خارج ملعبها. ان احنا هنلعب زي ما حضراتكم عارفين ان شاء الله في المكسيك، ابتدت المباراة وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا القومي. واتلعبت الكرة نقلتين وتروح على الساد على طول وربنا يوفقهم. خطرة من نادر، خطرة ونقلتين ويحط رجله على طول سمير كمونه يقطع الكوره وترجع تاني عند ابراهيم، لكن تطول الكوره وتروح عند نادر السيد. بيلعب على ملعبه ووسط جمهوره ايضا نادر السيد. وراح لغايه سنه 2000 كل المباريات الوديه بتاعتهم وبالهيد بيلعبها تطلع الكوره بره. رقم 9 هاني رمزي. وهذه هجمه لمصر، هجمه لمصر، ولسه الكوره مع احمد حسن ولسه الكوره معاه، وهجمه مصريه، هجمه مصريه وشوطه من بعيد على طول في ايد روني جسبرتشاك مصريين. ويلعب الكوره على طول وبيحاول يضغط فريق بلجيكا، وخطره ويلعبها ايميل بينزل للوي ويلعب الكوره اماميه وبكعب رجله بيلعبها حازم. ويخش احمد حسن وهوبا احمد مش ممكن. وشوف الحكم مدي ايه. يا جميله حلوه ويلعبها حسام في الزاويه اللي كان واقف فيها روني، وترجع تاني لعب ستار ويشوطها مرتين، ويشوطها ارباسيجو اللي بيلعب كره طويله ومش اوف سايد، واخدها ساندي رقم 11 وعايز يشوط وبيعملوا كور الكروسات عاليه جدا ونقلتين وما شوتش ويخش محمد عمار يحضن على الكوره محمد على الفرقه اللي هيلاعبها. فحافظين بعض كويس، وواضح قوي فعلا في الاداء اهو ان كل واحد حافظ الثاني وماشي. احمد حسن بيلعبها لحازم وجوه جول حازم امام. يا ولد على حلاوه الجول ده يا احمد يا حسن ويا حازم امام. عملوها حلوه نغم موسيقي جميل جدا، واتعملت 2 لعيبه كبار قوي. هنشوفها تاني لعبها له حلوه. حازم قاطع من ورا ولحظه خروج غمزها برجله الشمال وهاتها من الشبكه يا روني يا بنت. عملها شوف ازاي حازم لمها حلوه قوي ولازم يلعبها برجله الشمال لب صغير تتهادى جوه المرمى. الهدف الاول لمصر في الدقيقه 14. حازم امام في الدقيقه 14 من زمن الشوط الاول. الجول الاول حازم امام احترف في نادي جراف شاب في هولندا. وتبقى رمي التماس تاني الجون بتاع حازم اهو، غمزها حلوه ولو برجله اليمين ما كانش جابها جوه. جول جميل. وادي روني جسبرتشاك زعلان جدا اكثر. وابتدوا هم طبعا مغلوبين 1-0 فريق بلجيكا، وبيحاول ان هو يلعب على الجنبين. وخطره وداخل مارك فيلموت، لكن داخل معاه مش سايبه هاني رمزي. هاني وبيلعب كره اماميه والمره دي قاطع من جوه عبد الستار صبري يروح لفالم بيلعب كره طويله وخطره. يا نادر نخلي بالنا بقى من ورا 100%. شوف فالم لعيبه، شوف ضاربهم كله على خط واحد، نخلي بالنا شويه مغطي والله ورا مدحت عبد الهادي ويخش نادر يلمسها ومحمد عم بيخطأ وتتلعب حاجات مصر اهي. يلا حسام دخلوا فيه ايه 3 بينزل وبيلعب الكره بالعرض وخطره. يا ولد لازم يتمسك كويس والستايل. وطبعا هتاخد مننا وقت شويه عشان نظبط نفسنا على الاداء الاوروبي. وخطره ويحط رجله معاه في الكره اللي فاتت وما شوتش، يخش تاني على طول جوه. وياسر رمضان بيلعبها ناحيه اليمين لحازم وماشي حازم وبيلعبها حلوه، عايز يعمل وانتو مع احمد حسن، لكن تتقطع الكوره وتترد على منتخب بلجيكا. لا شيء. امام في الدقيقه 14 وماشي حازم وبيلعبها حلوه. يلعب ستار يا على الكوره وحلاوتها. الراجل يقعد يلعب ستار، وفي كده حاجه بتتعمل ان هم عاملين يشاوروا لبعض ويلا ياسر وما لفش ما جاش فيها الواو، لكن تتقطع وتروح لفالم يلعب على طول الكوره اللي بالعرض خطره جدا يخلي بالنا ويلم والحمد لله بره مين اوليفير بعض قوي لعبتنا والله. ويلعبها عاليه فرق
فينك يا حسام تترد الكوره على طول لفالن هو ويصفر الحكم عشان ينتهي الشوط الاول في المباراه الوديه الدوليه بين منتخب مصر ومنتخب بلجيكا، ومتقدم فريق مصر على بلجيكا بهدف حازم امام. بتقدم منتخب مصر بهدف لا شيء احرزه حازم امام في الدقيقه 14 من الشوط الاول. ونشوف بقى كده حصل اي تغييرات من الفرقتين. لوبات الكروسات بيلعب برضه في نادي اودونيزي، بيلعب رجله الشمال وبيلعب الاوفرات بتاعته خطره جدا، وهيلعب دومينيك بيديله الاز وبيلعبها عاليه ويطلع على طول دفاعنا ويخش على طول اللي بيلعبوها لورا بالهيد. ونخلي بالنا يلا يا نادر يلا يا نادر، ويطلع نادر على طول قبل فيلموت 86 و98 وماشي احمد حسن. يلا يا احمد والوان تو اخ لو اتعملت ودوه كل حاجه وخطره وكره بالعرض وخطره، لكن بيطلع على طول سمير كمونه ويجينو بيشوطها كرباج. يلا بره الحمد لله. الواحد يلعبها ورا نقلتين وترجع الكره ثاني على طول تلعبها عاليه ومين يا ابن وحسام جاي من ورا ابراهيم ويلعب كره طويله حلوه يوقف على وش رجله ياسر رضوان ويلعبها احلى عبد الستار. يلا عبد الستار يلا عبد الستار وكورنر وتهالي خرجت لكن الحكم اوليفيرا ونادر يا سيد وما شوتش ودربكه وترجع الكوره ثانيه ويخش على طول يطلع الكوره. عبد الستار بيلعبها حلوه عند حازم. يلا حازم هو فيليب ليونار وبيحاول يرقصه وبيلعبها حلوه. يلا احمد يا على الفرصه اللي ضاعت وهارد لك لعبها له يلمها كان لحقها فالن لاخر لحظه ويخش يرقصه احمد حسن ويخش تروح منه الكوره على طول، لكن اتعملت هجمه مرتده مصريه نموذجيه 3 نقلات تروح لحازم وينقلها حلوه قوي لاحمد بقى في كوره ركنيه. ويلا وبالهيد يلا يا نادر وعشان كده طبعا وقف في سكته بقى. هجمه بلجيكيه ولسه بيلم وجاي بالن من ورا ويشوطها في ايد نادر السيد. نادر وهنشوف هم هيلعبوها ازاي وفالن بيخطفها عايز يخطفها من ورا كده، لكن رمزي وبيلعب الكوره على طول لحسام وحسام وشوطها حلوه. كان جاي له في السكه حازم يسيب له حازم ونط، لكن الحكم بيقول العب. وقفت ليه يا احمد وقف على انها وخطره. يلا يا نادر ويطلع نادر على طول. نلعب على الصفار ويلم بيانزا يحطها لاخوه وايمان ماشي ويلعب الكوره بره لكن اعتقد ان الكوره خرجت استفان، لكن تيجي على طول لاحمد الحته بتاعته اللي حافظها صم من ناحيه اليمين دي احمد حسن. يا ولد حط ظهره يا راجل بيقول لا. دومينيك بيقول لا يا مش ممكن لكن شوف الخطوره بقى الكوره قطع بيها جامده قوي. ونخلي بالنا وتاني ترجع تاني نخلي بالنا من الكوره المرتده ولسه كوره وبو بيانزا وبالعرض يا ولد يا نادر كورتين فيلموت وتتلعب الكوره اماميه الرقم 20 وبو بيانزا ويصلح تاني على طول اهو ويلعبها تاني اماميه وبالعرض ويمسك على طول نادر السيد عند حازم. يلا حازم ويلعبها حلوه لاحمد حسن. حتتك يا احمد ورجع لياسر لعبد الستار صابر وخدوا بقى الحته بتاعتك يا ولد وتتقطع الكوره ويلعبها اماميه والعبد الستار هو ده اللي احنا عايزينه وماشي ويلعبها طويله وحسام لحازم مش ممكن ماسكه بدل الضايع وما شفناش احنا الحكم الرابع حسب قد ايه. يا خلي بالك يلا يا نادر يطلع نادر يمسك الكوره على هو بيلعبها لفالن وتتقطع الكوره ثاني ونقلتين وخطره الكوره بالعرض. يلا نادر يا ولد يا عبد الستار وماشي عبد الستار ويلا عبد الستار وجنبك على شمالك اهو ويلعبها ناحيه الشمال وبيلعب الكوره بالعرض وخطره. مين يقابل رايح لها ياسر رضوان وفين صفارتك يا دومينيك ولسه كوره مع عبد الستار ويلعب الكوره اماميه ترجع لورا ويخش على طول ابراهيم ويصفر الحكم دومينيك. ومبروك لمصر مباراه